السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة طبق واحد. أنا أماني، ولو أول مرة تشوفوا قناتي انزلوا تحت الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه، هيوصل لكم إشعارات بكل وصفة بعملها. وصفتنا النهاردة من الأكلات اللي بنحبها قوي، الكبدة الاسكندراني. هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة ومكوناتها كلها موجودة في البيت. يلا بينا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف مع بعض هنعمل الكبدة الاسكندراني ازاي. اول حاجة هنبتدي بيها هنعمل الدقة بتاعت الكبدة اللي هنتبلها بيها. معايا فلفل اخضر وفلفل احمر وفلفل حراق اخضر برضو، هنقطعهم اي تقطيعة عشان هنضربهم في الكبة. بعد ما ضربتهم في الكبة هضيف عليهم كوباية صغيرة خل، ومعلقتين توم مفروم، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة نص معلقة ملح، وهرجع اضرب تاني ضربة سريعة. هجيب اي برطمان عندي واحط فيه الدقة دي واحفظها في التلاجة. الدقة دي تنفع معاكي للسمك، تنفع معاكي للبدنجان، تنفع معاكي لحاجات كتير قوي انتي بتحطي فيها توم. الدقة ديت هتبقى جميلة معاكي فيها. وهنتبل دلوقتي منها الكبدة. معايا نص كيلو كبدة، هحط عليهم معلقتين دقة وهسيبها عندي في التلاجة لمدة ساعة علشان الكبدة تتشرب من التتبيلة كويس وتروح الزفارة اللي بتبقى موجودة في الكبدة. بعد كده هحط طاسة على النار وهحط فيها 3 معالق زيت كبار، وهسيب الزيت بتاعي يسخن جامد وهقوم نازلة عليه بالكبدة على طول. وهي على النار كده هضيف عليها معلقة دقة ومعلقة خل ومعلقة ليمون وشوية ملح صغيرين علشان الدقة بتاعتنا عليها ملح. هنضيف الفلفلة الخضرة بتاعتنا اللي مقطعينها حلقات على الكبدة. الفلفلة الخضرة ما ينفعش نحطها على الكبدة الا لما الكبدة بتاعتنا تستوي خالص، علشان الفلفلة تفضل خضرة وطعمها حلو والطعم بتاعها ظاهر في الكبدة. خلاص كده الكبدة بتاعتنا خلصت وبس كده. دي كانت وصفتي النهاردة، جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ولو عجبتكم والفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموا قناتي بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش برضو في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.